السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا الفيديو الثالث حول المراجعة للمسابقة الشفوية للأساتذة بعد فيديوهين سابقين. الفيديو الأول كان عبارة عن نصائح وإرشادات قبل الامتحان أو قبل المسابقة، والفيديو الثاني كان فيه بعض الأسئلة والتي حاولنا تقسيمها إلى جزئين: جزء خاص بالجانب التربوي والبيداغوجي، كان ذلك يعني في الفيديو السابق. أما الفيديو هذا هو الجزء الثاني والمتعلق بالوضعيات والمواقف الصعبة التي يواجهها الأستاذ داخل القسم أو داخل المؤسسة، يعني بشكل عام. مثلا من بين الأسئلة التي يعني ارتأينا أن تكون يعني في هذا الفيديو، وهي مثلا: كيف نتعامل مع التلميذ المراهق أو العنيد مثلا، أو التلميذ المشاغب؟ كلها تقريبا مصطلحات تصب في معنى واحد، أو ربما يعني لابد أن ينتبه الأستاذ إلى النقطة هذه. قادر يراجع بمصطلح ثم يجيك مصطلح آخر تبلك باللي راهي ليس نفس المعنى، لا، وإنما هناك الكثير من المصطلحات متداخلة في الحقيقة. يعني الأمر ليس يعني صعب لهذه الدرجة، وإنما كلها متقاربة. يعني مثلا السؤال الأول: كيف نتعامل مع التلميذ المراهق هذا، أو العنيد أو المشاغب أو الضعيف أو المتميز؟ كلها تقريبا يعني كما قلت يعني تصب في معنى واحد. لابد هنا الأستاذ أن يركز فقط مع السؤال ومع مصطلحات هذا السؤال. مثلا المشاغب والعنيد، هل نقابل العناد بالعناد؟ هل نقابل الشغب بالشغب؟ هل نقابل العنف بالعنف؟ هذا أمر مش مقبول نهائيا حتى في داخل المنزل. يعني إذن هنا الأستاذ لابد أن يقابل هذا النوع من التلاميذ بالحوار الهادئ فقط. هذا هو السؤال ببساطة. كيف نتعامل مع هذا النوع من التلاميذ؟ نتعامل معه بهدوء، نصغي له. لابد خاصة ثقافة الاستماع يا أساتذة، راهي هي الحلقة المفقودة. صدقوني، أي تلميذ سواء ضعيف مشاغب متميز، اسمع له، صدقني يولي ديما يحب يتكلم معك. والله العظيم، غير هذه راهي عن تجربة يعني. كما قلت يعني، إذن الحوار الهادئ والاستماع له جيدا، كما نقولوا فهم طبيعة المرحلة النفسية التي يمر بها هذا التلميذ يعني واجبة. تلاميذ خاصة تلاميذ الثانوي يعني يمرون بمرحلة المراهقة، عندها يعني مميزاتها. يعني التلميذ مستحيل أنه التلميذ في القسم أمام زملائه يعني تلوح له كلام يعني غير لائق أو تقول له كلام جارح. يعني هنا بطبيعة الحال راح ينوض فيك مباشرة، وإذا ناض يعني وقال لك كلام هنا راح يحرجك، يعود يكرهك، قيمتك تطيح أمام التلاميذ. وبالتالي الحوار الهادئ هو الحل الأمثل. ربما نعطوله نوع من الخصوصية، ولكن ضمن حدود معينة. نعطوله نوع من الاستقلالية، خاصة كاين بعض التلاميذ نعطيهم يعني ولكن وفق حدود متفق عليها. يتجاوز هذه الحدود مباشرة ننتقل إلى الإجراء القانوني، ربما استدعاء الناظر أو استدعاء المدير أو يعني المستشار إلى غير ذلك، مرفق بذلك ربما باستدعاء أو إلى غير ذلك. يعني شغل تخرج من عندك المشكل إلى الإدارة بعد ذلك الساعة تتصرف معه إلى غير ذلك. إذن تجنب الصدام والعصبية معه، الحفاظ على الهدوء، عدم الصراخ،
قادر التلميذ هذا ربما شما وبخو المدير يعني في الخارج مثلا او المستشار، ومن بعد يجيك في القسم تزيد تعاود تتكلم معاه بطريقه غير لائقه. هنا يعني من الاحسن تاجيل وقت النقاش، من الاحسن الاستاذ يعرف وقتاش يتكلم مع تلاميذه يعني بصراحه. والشيء اللي لازم يعني نديروه خاصه مع النوع هذا من التلاميذ المراهقين هو تثمين سلوكهم الايجابي فقط. نحاول دائما مدحهم والتركيز على الإيجابيات وليس على السلبيات. قادر نقدموا لهم مسؤوليات في القسم، قال أرواح أنت يا كذا يا زين يا بوغوس مثال يعني فقط، يعني مش يعني الدرجة هذه. أرواح مسح لنا السبورة بارك الله فيك يعطيك الصحة، مثلا اجمع لي الأوراق كذا. نحاولوا ديما نتقربوا منهم، نحاولوا ديما نشاركوهم مع زملائهم. صدقوني هنا راح يحس يعني بالاحترام اللي راك تدير فيه، راح يقابل الاحترام بالاحترام. هذه يعني هذه مجرد يعني حل مثالي أنا على ما أعتقد. بينما هنا التلميذ الضعيف، أول حاجة ربما يعني اللي راح كما نقول نجي في بالك لماذا هذا التلميذ ضعيف؟ لماذا؟ يعني لابد من تشخيص سبب الضعف. قادر يولي هذا السبب نفسي، قادر يولي عنده هذا التلميذ عنده مشاكل عائلية. إذا لابد من تشخيص كي نجد الحلول اللازمة، لأنه التلميذ الضعيف مهما كان السبب لازم عليه تحفيز، لازم عليه دعم نفسي، خاصة الدعم النفسي. حتى هو أيضا لابد من مدحه، لابد من إشراكه في الأنشطة. قال مثلا أنا ضعيف، نقدم له أنشطة سهلة، نقدم له بعض المهام البسيطة، يعني إقامة يعني باختصار إقامة علاقة طيبة. شوفوا لاحظوا حتى هناك تشارك يعني بين الضعيف والمشاغب والعنيد، إقامة علاقة طيبة مع هؤلاء. والله صدقوني راح نلقاو ثمارها، يعني نلقاو ثمارها في الورقة وسلوكيا يعني معه. عدم نعتهم أيضا بألقاب غير لائقة، استبدالها بألقاب مثلا تشجيعية إلى غير ذلك. يعني الأمر لازم يكون بالطريقة هذه. السؤال الآخر مثلا القسم غير منضبط، القسم هذا مشوش، القسم هذا غير مهتم إلى غير ذلك. ديما تقريبا الظاهرة هذه كثرت يعني الآونة الأخيرة. كيفاش راح تكون هنا يا أساتذة؟ العملية راح تكون منذ بداية السنة، من البداية، بعد من أول حصة. هنا من أول حصة لازم الأستاذ يفرض شخصيته ويفرض نفسه على القسم، خاصة مثلا بناء علاقة إيجابية مع التلاميذ. هنا لازم تتفاهموا على أن العلاقة مبنية على الاحترام والمودة، وبطبيعة الحال لازم تولي هناك تماسك أو مسافة بين الأستاذ والتلميذ حتى يضمن الأستاذ يعني هيبته. استخدام لغة الجسد خاصة في مثل هذه المواقف. كيف لغة الجسد؟ ماكش راح تضرب يعني ولا راح تقابض معه، وإنما الأستاذ بعينيه. قال مثلا أنت تتكلم ولقيت التلميذ بدا يشغل ما رفعش صبعه تكلم مباشرة باش يدير فوضى، أنت هنا ماذا بك في الحالة هذه؟ اسكت وخزر فيه. هو مش راح يقول اكثر من كلمتين او ثلاثه، لانه راك سكت شغل وحاول جاوبه باش ما يحسش. ولو يعني هنا الغلطه لو استفزيته، يعني هو ربما قادر يستفزك بكلمه، اذا رجعت عليه خلاص ما عادش تفرع. راح هنايا التلميذ القسم راح يخرج عن السيطره. وبالتالي لغه الجسد راهي لغه مهمه جدا في عدم انضباط القسم. تحركات الأستاذ بين الصفوف، هناك النظرة، الكلام المنخفض مثلا. هنا لاحظوا كثيرا الأساتذة في الأقسام اللي فيها غير منضبطة يعني، وأقسام المشوشة، لاحظوا باللي الأساتذة يعيطوا فيها. راهي العكس، راهي الأساس هو العكس. لابد يعني كلما كان صوتك منخفض كل ما كان الهدوء أكثر، كلما حاولت شغل امتصيت هذيك الفوضى. يعني راك قد ما تزيد تعيط قد ما يزيد القسم يزيد يهيج، يعني مفهوم. فكما قلت هنا راهي هنا منذ البداية لازم الأستاذ يبدأ
يعني بحزم وعزم منذ البداية حتى يتمكن من القسم ويحاول يسيره كما يشاء. استخدام لغة الجسد كما قلنا، من خلال التواصل، حتى النظرة تلعب دور. يعني كاين تلميذ ثاني بلا ما تهدر، غير مجرد تخزر فيه خزرة ماهيش مليحة، فما المفروض أنه يفهم. أيضا تحضير، مثلا قادر أستاذ تلقاه مش محضر، تلقاه يجي يقصر مثلا. كاين بعض خاصة الأستاذات يعني لاحظوا، لأنه أغلب المؤسسات كلهم نساء، يعني يجي وكذا شغل تلقاهم يقتصروا فقط على الصفوف الأولى، يقعدوا يقصروا مع طفلة منا، مع شغل تضييع للوقت فقط. هنا القسم وش باغينه راح بطبيعة الحال مستحيل أنه تتمسك بالقسم يعني، أو تسيره كما تشاء، أو راح تضبطه، مستحيل. راح تولي هناك فوضى عارمة، وبالتالي يصعب الإمساك بزمام الأمور. أيضا ربما قدر تكون مثلا القسم غير مهتم. هنا مليح الأستاذ أنه يراجع نفسه يعني في طريقة الشرح، مثلا يحاول يغير طريقة الشرح، يغير مثلا هيكلة الصف، أو كما نقولوا الأمكنة، يحاول يخدم كما قلنا يعني أفواج داخل القسم، يعني هكذا يقدم أسلوب حواري خاصة يربط الواقع عفوا الدرس بالواقع. ربما هنا قد يصل إلى نتيجة، لأنه الدرس إذا كان ممل لابد أن يتدخل الأستاذ حتى يلفت انتباه التلاميذ ويجعلهم يعني أكثر اهتماما. هذا هو يعني تقريبا تدور إجابة عن هذا السؤال في هذا الأفق. يعني ننتقل إلى السؤال الآخر. لم يفهم التلميذ الدرس. شيء عادي وشيء وارد، يعني لم يفهم التلميذ الدرس. كاين بعض التلاميذ نلقاوهم فهموا الدرس، لكن تلاميذ آخرين نلقاهم يعني متأخرين في الفهم، ربما مش منتبه هذا التلميذ، ربما كذا. بطبيعة الحال لم يفهم تلميذ الدرس، من حقه أن تعيد له الدرس، أن تعيد له المعلومة. يعني خاصة احنا نقول الدرس ماذا بيه الأستاذ ما يخليش في نهاية معذرة. قلت لم يفهم تلميذ الدرس، من الأحسن أن الأستاذ يحاول أنه مشي في نهاية الحصة ومن بعد يذكر تلاميذه يعني هل فهمتم ولا لا. من الأحسن من فكرة إلى فكرة، قبل ما ينتقل إلى الفكرة الثانية أو إلى الموضوع الآخر، أن يسأل عن الموضوع اللي قبله. المفروض هذا هو، أو أصلا كما السؤال هذا مفخخة. لم يفهم التلميذ الدرس. أنا من الناس كون نجي مثلا من المترشحين راح نولي عندي اعتراض على الدرس. هل الدرس يعني التلميذ لم يفهم الدرس كامل؟ الدرس هو مبني، هو عبارة عن ماذا؟ هو مجموعة من المواضيع على شكل درس، وبالتالي التلميذ لم يفهم الفكرة الأولى أو الفكرة الثانية أو الثالثة أو الموضوع الأول أو الثاني والثالث. لكن الدرس وش معناته؟ التلميذ قلت معناه أن التلميذ غائب صراحة، يعني التلميذ غائب غير حاضر. ومع ذلك لا بد على الأستاذ أن يصبر، تحلي بالصبر. هذه هي مهنة التعليم. فلا بد على الأستاذ هنا تشخيص الفردي للمشكلة. يعني التلميذ ما فهمش، يعني لماذا ما فهمتش؟ أولا إعادة شرح الدرس بأسلوب آخر، هذه يعني ضرورية لا بد منها. هنا كاين حاجة أخرى، من الأحسن أن يعيد الأستاذ الدرس بأسلوب آخر. ماذا به؟ أن يكون مبسط، مثلا استخدام وسائل أخرى مرئية حركية، ربما قصص، ربما عن طريق أسئلة، مثلا ربط الدرس بالواقع. إذ شاف أنه الأستاذ أنه هذا الأمر يعني مازال يتكرر مع التلميذ. كاين تلاميذ والله بصراحة صدقوني عام كل احنا نقروا فيهم تلقاه ما فاهم والو، كيما احنا مادة الفلسفة ولا غير. كاين تلاميذ تلقاه من الدرس الأول موش فاهم حتى الآخر سنة يقول لك شيخ مانيش فاهم. هنا من الأحسن الأستاذ أن يتواصل مع الأسرة ويشوف يعني السبب، يعني وراه عاودت له زدت عاودت له. فبطبيعة الحال كاينة مشكلة أعمق من مجرد فهم، حاجة متعلقة، حاجة نفسية أو حاجة اجتماعية يعيشها هذا التلميذ، لأنه أورشو أصلا يعني. معليش نروحوا إلى السؤال الآخر. ولي الأمر هنايا احتمال وارد أيضا نجي داخل مؤسسة تلقى ولي الأمر. هنا ولي الأمر إما
أن يكون يعني جاي يسقسي على ولده، وإما أن يكون قد جاء يعني باستدعاء أو تقرير. يعني هنا الأستاذ راه ما يروحش هكذاك، إذا درت تقرير لابد التحضير الجيد لهذا اللقاء، يعني تدون فيه يعني واش دار هذا التلميذ يعني من البداية إلى النهاية. هذا يعني كما نقولوا احنا سجل الطالب يعني السلوكي والأكاديمي من المفروض يولي حاضر مع الأستاذ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يدير الأستاذ الحوار بهدوء، صراحة يعني بهدوء. فلا بد إذن التركيز على المشكلة وليس على شخص التلميذ. ننتقل إلى السؤال الآخر. يوم الفرض أو الاختبار والتلميذ لم يحضر، ما العمل؟ هنا إذا كان في الحالة هذه الإجابة راهي واضحة، لا بد من الإجراء القانوني مباشرة. يكتب الأستاذ يوثق الغياب تاع التلميذ. إذا كان هناك كما نقولوا مبرر كما نقولوا يقيم ذلك المبرر، يعني هل هو سيرتفيكا، هل هو يعني من طبيب عام أو ماذا، ويتخذ الإجراء مباشرة. إذا كان غياب مبرر فمن حق التلميذ أن يعيد عفوا من واجب الأستاذ أن يعيد للتلميذ الفرض أو الاختبار. إذا كان هذا الغياب غير مبرر فعلى الأستاذ يعني أن يباشر في وضع الصفر، يعني ولا حرج في ذلك. هذا هو القانون. في الأخير والله كنصيحة يعني قدمها الأساتذة، يجب الاهتمام بالوضعيات. صدقوني راهي الأسئلة هذه راهي مجرد اقتراحات لا غير، لكن الشيء اللي راه شائع يعني من طرف الأساتذة المكونين والمؤطرين راهم يقولوا ويعاودوا الأسئلة لا تخرج عن وضعيات. مثلا قادر يقدموا قصاصات أو أوراق، وانت وزهرك يعني السؤال أو الوضعية اللي راح تجيك دائما حلل وناقش. قادر يعطيك قضية ما، قادر يعطيك مثلا نصائح ويعطيك بعض الأدوار للأستاذ يقول لك ناقشها ومدى انعكاساتها. مثلا قادر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، هذا من بين المواضيع الرائجة حاليا راهنيا، يعني التكنولوجيا والإعلام والاتصال، يعني ما أثرها في عملية التعليم، ما أثرها مستقبلا، يعني ما هو توجهها الإيجابي أم سلبي، يعني ما هو رأيك في ذلك. قادر يقول لك كيف يمكن للولي مثلا أن يساهم في تذليل صعوبات التعلم، يعني هو راح لك الزاوية أخرى، يعني لا مدير ولا خارجة أصلا عن إطار المؤسسة، يعني الولي مباشرة. كيف تكون الإجابة تاعك؟ كيف يمكن مثلا للمدرسة أن يعني كما نقولوا أن تنجح وظيفتها التربوية، المدرسة ذلك بشكل عام، يعني بطاقمها الإداري والأساتذة وحتى حراس، يعني بكل أطقمها، كيف يمكنها أن تنجح وظيفة تربوية، وبالتالي العملية هنا تكاملية. قادر يعطيك وضعية مثلا شغب أو وضعية اعتداء عنف داخل القسم، ما هو ردك، يعني كيف تتعامل، كيف تتصرف، يعني هل تدخل أنت في شجار أم تهرب كما بعض يعني الأستاذات، يعني خاصة الجانب النسائي، يعني الوضعيات مثل هذه دائما يتهربوا، يعني ولكن هذا أمر خاطئ يعني إلى غير ذلك. بربي إن شاء الله في نحاول يعني في إذا قدمت فيديو ثالث بإذن الله سيكون حول مجموعة من الوضعيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يعني أن تستفيدوا يعني من هذا